اتجوز الفنان صلاح ذو الفقار 4 مرات في حياته، وبالرغم إن جوازته الأشهر كانت من الفنانة الكبيرة شادية، لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش إنه اتجوز قبلها من الفنانة زهرة العلا. طب إيه تفاصيل قصة حبه لزهرة العلا؟ وليه اتجوزوا في السر؟ وإيه أسباب انفصالهم؟ وإيه كان رد فعلها بعد رحيله؟ كل ده هتعرفوا معانا في الفيديو ده. اتجوز صلاح ذو الفقار 4 مرات. كانت المرة الأولى سنة 1947 من السيدة نفيسة بهجت، واللي كانت بتربطه بيها علاقة قرابة، ورزق منها بولد وبنت هم أحمد ومنى. وأثناء زواجه من زوجته الأولى عاش قصة حب قوية مع الفنانة زهرة العلا، فقصة حبهم بدأت خلال اشتراكهم في تصوير فيلم رد قلبي، لكن التمثيل قلب جد وحبوا بعض بشدة. وبعد مشهد خطوبتهم في الفيلم احتفلوا بخطوبتهم في الحقيقة، لكن كان شرط صلاح الوحيد علشان يتجوزوا هو إن الجوازة تفضل في السر علشان زوجته الأولى وأم أولاده ما تعرفش. ووافقت زهرة العلا على شرطه واتجوزوا سنة 1957. وفي الوقت ده بدأت الجرايد تنشر أخبار عن جوازهم، لكن صلاح كذب الأخبار دي علشان زوجته ما تشكش في الموضوع. لكن تكذيب صلاح لجوازهم ضايق زهرة العلا جدا، وصممت إنه يعلن زواجه منها قدام كل الناس، وقالت له إن تكذيبه ده حطها في موقف محرج مع أسرتها. لكن صلاح طلب منها إنهم يأجلوا إعلان زواجهم لغاية ما يلاقي وقت مناسب يفاتح فيه زوجته الأولى في الموضوع. لكن الجرايد استمرت في نشر أخبار جوازهم، وده زود الخلافات بين صلاح ذو الفقار وزهرة العلا، وقرروا ينفصلوا. وده كان بعد 18 شهر جواز، يعني بعد حوالي سنة ونص من جوازهم. ووقع الطلاق بشكل رسمي سنة 1959. ولما اتأكدت زوجته الأولى إنه اتجوز زهرة العلا عليها انفصلت عنه، لكنها ما اتطلقتش منه بشكل رسمي لغاية رحيلها علشان أولادهم. وقالت منى بنت صلاح ذو الفقار من زوجته الأولى إنها لما كبرت كان في صداقة قوية بينها وبين والدها، وكان بيحكي لها عن كواليس زواجه من زهرة العلا، وقال لها إنه كان بيعتبرها قصة سريعة حصلت في حياته وخلصت، وإنه اشترط عليها إنها ما تعلنش الجواز. ولما أعلنت انسحب من العلاقة وانفصلوا، لكنهم فضلوا يمثلوا مع بعض وعلاقتهم فيها تقدير واحترام. أما المخرجة منال الصيفي بنت الفنانة زهرة العلا قالت إن والدتها بكت لما عرفت بخبر رحيل صلاح ذو الفقار، فسألتها بتحبيه؟ فقالت لها لما اتجوزته كنت بحبه. واتجوز صلاح ذو الفقار للمرة الثالثة من الفنانة شادية سنة 1964، وانفصل عنها بعد 9 سنين جواز، وده كان سنة 1973. أما المرة الرابعة فكان من سيدة من خارج الوسط الفني اسمها بهيجة مقبل، واستمر جوازهم 18 سنة لغاية رحيل صلاح ذو الفقار سنة 1993. قول لنا في التعليقات إيه أكتر عمل فني بتحبه لصلاح ذو الفقار وزهرة العلا.